مسيكم بالخير والهناء. معاكم العزيز بن زكور في حكايات أمثالنا الشعبية مع كارفور. يقول المثل التونسي: صاحب الخير هنيه وصاحب الشر هالك. المثل هذا عنده حكايته، والشخص اللي قاله ولي صالح من تونس عنده مقام مشهور قريب من جامع الزيتونة. الولي هذا تربى يتيم، مات بوه وخلاه في القماطة، وعرست أمه براجل حاشاكم شرير وقلبه حموم، وزادت سكنته في دار المرحوم. والراجل هذا يكره الطفل كره مفرط، عامل له فلقة معلقة في بيت القبو، وداخل يضرب خارج يضرب، اللحم متاعه ردهوله قديدة. هيا نهار من نهارات سي راجل أمه حب يهجوا من الدار ضربة واحدة، وهي كلمة ويقولوها: الدار داربونا ويحبوا يطردونا. أعطاه ريال وقال له: امشي للسوق اشري لي بيه بالك، وإذا كان ما تجيبليش بالك نطردك من الدار. وهي سبة حب يجيبها له على خاطر ما ثماش حاجة تتشرى من السوق اسمها بالك. أخذاه هك الطفل الريال وهز شكارة في يده وعطاه لسقيه. هو كيما نقولوا احنا في بطحة براك الجمال، والسوق معبي وتخرج حاشاكم لفعة قد الماهي، وما تراه في الناس كان فر يعيطوا: بالك بالك، معناها رد بالك. الطفل الصغير كي سمعها الكلمة يسخايل بالك هي اللفعة، قدم القدام وهزها، لوحها في الشكارة ولوح الريال في القاع، وقال: يلي ما تخيب قاصدك، اقصد ربي للدار. كي وصل للدار اتخلى على رجل أمه يلقاه متكي، حل الشكارة وقال له: هذه بالك بفلوسك شريتها لك، صاحب الخير هنيه وصاحب الشر هالك. ضربته اللفعة ضربة قاضية وسقطته للدار الدايمة. وبالفعل يا سادة، صاحب الخير هنيه وصاحب الشر هالك. أما قولوا لي، الطفل هذا اللي كي كبر ولا ولي صالح من أكبر الأولياء متاع تونس، زعما شكون هو؟ أحمد بن عروسة وإلا جلال الدين الرومي؟ هيا طلعوا تربحوا 500 دينار من عند كارفور وتعملوا أفار.